وجايبه لكم النهارده احلى كيك، انجليش كيك. بجد تحفه، جميله جدا وسهله وروعه وحلوه قوي. وتعالوا نشوفوها. شايفين طريه ازاي؟ شايفين طريه وقلبها تحفه، بجد حلوه قوي. وبجد بجد اللي مش هيعملها هو اللي خسران، لان ده شغل فاخر من الاخر. وقبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، اللي أول مرة بيشوفني، أنا اسمي سامية، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكوا الكيك لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة. ويلا بينا نعمله الكيك دي بطريقة سهلة وحلوة قوي. معانا نص كوباية زبدة، وكل معاييرنا هتبقى بالكوباية المعيارية والمعلقة المعيارية. هننزل النص كوباية دي وهنحط معانا عليها معلقتين زيت بالمعلقة المعيارية، ونفضل نرب فيهم لحد ما يمتزجوا مع بعضهم. بس لازم يكون زيت حلو، ما يكونش زيت ريحته وحشة. وبعد كده معانا كوباية إلا ربع سكر، مش سكر بودرة، لا سكر عادي. لو انت بتحبيها سكرها زيادة ممكن تزودي وتقللي حسب انت ما بتحبي سكرها عادب او عالي. وهنفضل نضرب فيها لحد ما تدينا اللون الكريمي الابيض ده. شايفين شكلها كده بقت بيضة ازاي؟ وبعد كده هيكون معانا محضرين 3 بيضات. هننزل ببيضة بيضة، مش هننزل بيهم كلهم مع بعض، واحدة واحدة، ونفضل نرب فيهم لحد ما تختفي البيضة. على فكرة دي أول بيضة. تاني بيضة هتحسي إن البيض فصل من السمنة، وتالت واحدة هتحسي إنه فصل خالص، بس ده عادي ما تقلقيش يعني. شايفين عمل إزاي؟ أكنه فاصل خالص يعني. وبعد كده هتكوني محضرة كوبايتين إلا ربع دقيق، برضو بالكوباية المعيارية ومنخول، وربع معلقة ملح، ربع معلقة صغنونة خالص، ومعلقة إلا ربع بيكنج باودر، ومعلقتين كبار لبن بودرة. ونبتدي نقلبهم على بعض وننزل بيهم على الخليط اللي عندنا. شايفين بنقلب ازاي؟ من تحت لفوق، ما تعجنيش يعني. بصي بناخد من تحت نقلب لفوق لحد ما تخلص الكمية اللي عندنا. هتلاقي العجينة معانا مش خفيفة زي عجينة الكيكة الخفيفة، لا تقيلة شوية. شايفين شكلها كده؟ وبعد كده معانا مبشور معلقة ليمون اللي احنا بنعمله دايما ونخزنه في الفريزر، ومعانا ربع معلقة فانيليا، ومعانا ربع كوباية لبن، بس لو عندك عصير برتقان هيبقى افضل يعني. وهنقلب برضو من فوق لتحت لحد ما يمتزج مع بعضه كويس. شايفين ادي سمك العجينة اهوت. ومعانا بقى اللي هو الفواكه المجففة اللي موجود عندك حطيه، مش مانجا، تين ناشف، زبيب، اللي عندك حطيه واخلطيهم سوا بالشكل ده برضو. شايفة بالراحة وانت بتخلطي ما تعجنيش. وهنحضر قالب الكيك بتاعنا وندهنه سمنة زبدة وحبة دقيق ونبطنه كويس عشان ما تلزقش. وهننزل فيها الكيك بتاعتنا، وبعد ما نحطها هنسويها واعمليها 2 3 كده علشان تتساوي. شايفين لونها بعد ما استوت؟ في الفرن بتلاقيها من الحروف استوت قبل النص. فانا بجيب ورقة فويل واعملها بالشكل ده واغطيها وادخلها الفرن تاني. وده شكلها بعد ما استوت. بتقعد 45 دقيقة في الفرن على درجة 175. وانتي تشوفيها استوت ولا لا ببوز السكينة او بعود الخلة تنزليه، ولو طلع نضيف يبقى كده استوت خلاص. وتعالوا نقطعها. وشايفين جمالها بجد حكاية. وكده خلصنا الكيكة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ بجد تحفة وهشة وطرية، طعمها جميل جدا. وبجد كيكة ملهاش حل، وبجد بجد طعم وريح.